ما نتج عن هذا السباق الذي أقيم في السويد مطلع السنة الحالية هو فوز العداء العراقي أمير شاكر عنيد بالمركز الأول، وتحقيقه لرقم قياسي عراقي جديد في سباق 60 متر حواجز داخل صالات قدره 7 ثوان و77 جزءا في الثانية. هذا الإنجاز أهل البطل العراقي لأولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل. اليوم عنيد في بغداد جاء ليكمل فترة إعداده ليتفاجأ بظروف لا تتلائم وحجم الاستحقاق المرتقب. التأهيل اللي سويته انه حصلت على المركز الاول في بطولة السويد، وسجلت رقم قوي جدا يأهلني ويصنفني تصنيف عالمي، فهذا من حقي يخليني اشارك في بطولات ريو، واسمي طلع الحمد لله باللسته سعد الاولمبيه مسجل، وان شاء الله يتهيأ بكل الاستعدادات اللي الموجوده عندي. والاجواء جاي اشوفوا انتم هنا ملعب الشعب، الحواجز جاي اشوفوها مكسره، صار لها تقريبا اقل شيء 10 سنين 15 سنه موجوده بهذا الملعب، وجاي يشوفون الارضيه مشلعه ما باقي بها شيء، وهالمعاناه مو بس اني، مو الا يعني بطل عالمي يلا احكي بهذا الموضوع، بس جاي يشوفون هواي شباب وهواي شابات يجون يتدربون، هو مستقبل العراق اللي ما جاي يقدرون يمارسون تدريبهم اليومي. الغرابة تكمن في أن العداء أمير شاكر يجري تدريباته دون مدرب وفي ظروف صعبة، مستعينا بزميل له يساعده على تحضير أدوات التدريب، فضلا عن مبيته في دار زميله، ما دفعنا للذهاب صوب اتحاد ألعاب القوى لمعرفة سبب هذا الحيف الواقع على عداء عراقي ترك مغريات أوروبا خلف ظهره وجاء لبغداد ليستعد لمحفل عالمي هام. موضوع دورة الألعاب الأولمبية موضوع يتعلق باللجنة الأولمبية، هي من تحدد متى تنطلق المعسكرات، متى تبدأ الاستعدادات لهذه الدورة، ولكن الاتحاد ألعاب القوى أيضا لم يكن واقف مكفوف الأيدي، ولكن يستعد أيضا لهذا المحفل في تجهيز جميع الرياضيين ومن ضمنهم الرياضي أمير شاكر عنيد. أمير هسه آخر بطولة جاب ذهبية مع السويد وكسر الرقم العراقي بالصالات 777 اللي هو يأهله 13:50 110 يأهل أولمبيات، وماكو أي دعم يعني من اتحاد ألعاب القوى. حاليا هو ساكن يمي ببغداد. في هذا المكان المتواضع يستعد البطل أمير شاكر عنيد لأولمبياد البرازيل دون دعم يمكنه من تسجيل إنجاز باسم العراق في المحفل العالمي المرتقب. كريم درويش، الحرة، بغداد.